تعالى اقولك ازاي بربع كيلو لحمه مفرومه بس تعملي سندوتشات المحله الشهيره. جربتي قبل كده تاكلي المكرونه في العيش؟ سمي الله وصلي على رسول الله وشجعيني باجمل لايك. هسلق المكرونه 7 دقايق في ميه وملح وزيت عادي جدا، بس 7 دقايق. دلوقتي هعمل الصلصه. حطيت شويه زيت، معلقتين بصل، نص معلقه من الثوم المفروم، وهنزل بعصير الطماطم سواء الفريش او المتسبك زي كده. احط في الصلصه معلقه سكر، نص معلقه شطه، ومعلقه من الفلفل الاسود، مش اكتر من كده، واحلى صلصه للمكرونه. هنزل على طول بالمكرونه اللي اتسلقت وهقلبها، وكده المكرونه جهزت. هنزل بقى ببصل كده مشوح، يعني بصله متوسطه، وهشوحها في معلقه سمنه، وهنزل بربع كيلو اللحمه المفرومه. هحط عليه بقى فلفل اسود، 7 بهارات، نص معلقه كمون، نص معلقه جنزبيل بودر، ومعلقه من السكر، وكزبره ناشفه. كمان نزلت بقرن فلفل حامي وبشر طماطمايه. خلي بالك العصاج ده لازم يكون حامي، والمكرونه شطه. احلى سندوتشات مكرونه كمان بيعملوها بالسجق. احلى تحيه لمدينه المحله، واحلى سندوتشات مكرونه.